الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. حاليا تشهد منطقة كردستان العراق تصعيدا خطيرا من قبل حزب العمال الكردستاني. هذا التصعيد تجاوز يعني الخطاب الإعلامي إلى الاستهداف والتطاول العسكري. ويمكن يعني لهذا التصعيد العسكري أن يتطور. هذا جدا وارد، اعتمادا على تاريخ حزب العمال الكردستاني اللي في فترة من الفترات، مناسبات عديدة عندما يشعر الحزب بالضيق يختلق مشاكل ويستهدف جهات أخرى. طبعا أنصار الحزب وإعلام الحزب يتحول يعني إلى ماكينة فظيعة من التضليل والديماغوجية ونشر الأكاذيب. استهداف حزب الديمقراطي الكردستاني واستهداف كردستان العراق مسألة قديمة، يعني ومن عادات وتقاليد حزب العمال الكردستاني، وأرشيف وتاريخ الحزب زاخر بالمحطات. طبعا أنصار الحزب مخدوعين أو مأخوذين بالتضليل والخداع، ولا يعني يكلفون أنفسهم يعني مشقة القليل من التفكير، مش الكثير، القليل يعني، حتى يتبينوا ويروا منسوب الزيف والدجل الموجود في الخطاب الإعلامي والسياسي لحزبهم. ما يعني أحيانا يعني أسأل هؤلاء في ونحن في عام 2021، يعني كيف يفكرون؟ ماذا في أدمغتهم؟ ماذا يأكلون حتى يكون تفكيرهم بهذا المستوى من الضحالة والانسياق وراء الأكاذيب والأوهام، دون أدنى درجة وأبسط درجة من المراجعة والتدقيق والتمحيص في تاريخ الحزب وضمن أدبيات الحزب، وليس خارج إطار أرشيف وأدبيات الحزب. يعني لو حاولوا من خلال الأسئلة والانتقادات التي أثيرها في مقالاتي وفي فيديوهاتي، لو حاولوا القليل من التبصر لرأوا أيضا واكتشفوا ما اكتشفته أنا، يعني من مستويات الدجل والخداع اللي مارسه حزب العمال الكردستاني على الأكراد وعلى أنصاره وقياداته والموالين له. إجمالا يعني استهداف العمال الكردستاني للحزب الديمقراطي الكردستاني يعني بشكل فظيع ومباشر قديم، لكن وصل مرحلة الذروة في عام 1995، وأنا ذكرت في فيديوهات سابقة حول هذا الموضوع وبشكل موثق من أرشيف جريدة سرخبون، وكنت وقتها يعني ناشط ضمن حزب العمال الكردستاني. الحزب العمال استهدف الحزب الديمقراطي الكردستاني في 26 أغسطس بحملة عسكرية كبيرة أطلق عليها حملة الصاعقة أو توغايا بروسك أو هيك شيء يعني. لكن في البيان الرسمي الصادر عن الحزب وعن جناحه العسكري أطلق توصيف آخر، هو أنه بمثابة هذا الهجوم الغادر من الخلف على الحزب الديمقراطي الكردستاني. حزب العمال الكردستاني وصفه بأنه قفزة 15 آب الثانية. معلوم أنه 15 آب الأولى كانت في 84 ضد الجيش التركي، لكن بعدها ب 11 سنة في 95 شن حملة عسكرية وهجوم على الديمقراطي الكردستاني، وأطلق على هاي الحملة حملة 15 آب الثانية، الأولى ضد الجيش التركي والثانية ضد الديمقراطي الكردستاني، وفشلت تلك الحملة ودخل الحزب في مأزق كبير. صار هيك يبحث عن وسيط كي يقبل الديمقراطي الكردستاني بهدنة، وللأسف قبل الديمقراطي الكردستاني الهدنة. لو استمر
الحزب في الهجوم في رد الهجوم على العمال الكردستاني لأوصله إلى تلك المناطق التي بموجب اتفاق عام 1983 كان يفترض أن يبقى منحصرا فيها. بمعنى من المعاني، عندما استولى الحزب بشكل أو بآخر بدعم من النظام السوري أو بعد غزو لبنان، الغزو الإسرائيلي للبنان على معسكر البقاع، لو استتب الأمر للحزب لاستولى على لبنان، مثل منظمة التحرير الفلسطينية. دائما كانت تحاول المنظمة أن ترى مكانا بديلا، ويعني تحت شعارات أنه طريق القدس يمر من بيروت وهيك قصص. يعني في السبعينات أيضا، في مطلع السبعينات، الفصائل الفلسطينية في الأردن كادت تطيح بالنظام الأردني وتستولي على الحكم. صارت تشوف حالها دولة ضمن دولة. طبعا ذلك السلوك الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير دفع ضريبته الشعب الفلسطيني باهظا، والشعب الأردني والشعب اللبناني، وصار كوارث نتيجة هذا السلوك الأخرق يعني أو غير المسؤول من الفصائل الفلسطينية. وقت ذاك الإسرائيليين اجوا ضربوا حصارا على الحصار الذي فرضته منظمة التحرير الفلسطينية على بيروت، وصار ما صار. حزب العمال الكردستاني حاليا نفس السلوك. في الثمانينات أتوا وكانوا ضمن بيوت الكرد السوريين، شوي أخذوا أبناء الكرد السوريين وأدخلوهم في الحروب مع تركيا، فيما بعد صاروا مسيطرين على المنطقة ويأخذوا بترول وغاز ومقدرات الكرد السوريين ويضعونها. يعني الحزب يضع كل هذه المقدرات في دائرته أو دورته الاقتصادية، وهذه الدورة الاقتصادية حاليا تستهدف كردستان العراق. هذا هو حال الحزب العمال الكردستاني في هذه اللحظات، في هذه المواقف. أنا شخصيا انتقدت الديمقراطي الكردستاني على مدى 20 سنة، وانتقدت كردستان العراق، ومستعد أن أنتقد هذا الحزب ل20 سنة أخرى. لكن الواحد يحكي ضمير، يعني ما اقترفه العمال الكردستاني بحق كردستان العراق وكرد العراق لا يقل خطورة وبشاعة عما اقترفه الحزب بحق كرد سوريا. في التصعيد الخطير، أنا لا أقوى على حمل السلاح، وأنا ضد السلاح وضد استخدام السلاح، لكن أنا مع حق الديمقراطي الكردستاني وحق كل الشعب الكردي في كردستان العراق، مع حقه المشروع في الدفاع عن النفس ورد العدوان والتطاول حزب العمال الكردستاني على كردستان العراق. أنا أبدا بدون أي تردد، بدون أي جدل، أنا مع كردستان العراق ضد احتلال حزب العمال الكردستاني لكردستان العراق، ووجود حزب العمال الكردستاني يعني هو وجود احتلال قوة أجنبية. مش أنا اللي بقول قوة أجنبية، الاتفاق اللي أبرمه عبد الله أوجلان والحزب العمال الكردستاني بالبند الواضح الصريح يقول: ساحة النضالية والكفاحية لحزب العمال الكردستاني هي تركيا، وساحة النضالية للديمقراطي الكردستاني هي كردستان العراق، هي العراق داخل الحدود العراقية. مش أنا اللي بقول، الاتفاق اللي وافق عليه عبد الله أوجلان والعمال الكردستاني ومنشور في جريدته الرسمية هو اللي يصف العمال الكردستاني وأن ساحته النضالية هناك. هذا إقرار واضح وبالدليل وبالوثيقة. أنا كثيرا تحدثت عن هذه الوثيقة والاتفاق بين الحزبين، ولكن أنصار الحزب يعني ما بعرف شو صار، مثل المجانين.
يعني الجريدة الرسمية للحزب تقول الاتفاق كان في شهر تموز ب 83، لكن أنصار الحزب يقولون لا ب 82. يعني ينطبق عليهم المثل الكردي أجوارد بين هرش بايد بين ريش بايد. أقول لهم هذا هو الدب، يقولون أي آثار أقدام الدب. أقول لهم، أشير لهم بالإصبع، هذا هو يعني هي الوثيقة الدامغة منشورة في الجريدة الرسمية. لا، يروحون بيكرروا كلام أوجلان في سجنه تصريح الأخير الذي طالب الحزبين بالعودة إلى اتفاق 82 حسب تصريحات أوجلان، وهذا كلام مش صحيح بدليل جريدة سرقبون. بنود الاتفاق تنظم العلاقة بين الحزبين وتحدد أماكن تواجد العمال الكردستاني في مناطق جبال القنديل. وأصلا العمال الكردستاني مدين للديمقراطي الكردستاني بهذه الخطوة النبيلة. وقتها حزب العمال الكردستاني يعني يا دوب يعني في بداية تشكيل خلاياه العسكرية في كردستان العراق، وكان موجود عند الفصائل الفلسطينية، وحصل على معسكر بدعم من النظام السوري. الديمقراطي الكردستاني منحهم مناطق للنشاط العسكري وتحضير يعني للنشاط التنظيمي والعسكري في تلك المناطق. وللأسف الشديد، أقولها بمرارة، استخدم حزب العمال الكردستاني تلك المناطق كمسلخ. عشرات في سنة 1987 ما لا يقل عن 60 شخص قتلوا في منطقة لولان. أصلا منطقة لولان كانت يعني بمثابة الرعب، جحيم حزب العمال الكردستاني. أرسلناه إلى منطقة لولان يعني أرسلناه إلى الموت. كيف فعل حزب العمال الكردستاني كل ذلك بحق الأكراد وبحق عناصره وكوادره وقياداته، بفضل المنطقة التي منحها الديمقراطي الكردستاني له بموجب الاتفاق المبرم في 83. لكن الآن هذا التمدد لحزب العمال الكردستاني، شنغال، مخمور، زاب، قاري، حتى ضمن خلايا نائمة ضمن هولير، سليمانية، رانية، سايرة تماما تحت حكم وسيطرة العمال الكردستاني. إذا حسبنا حجم المساحة الموجودة تحت سيطرة هذا الحزب، يعني قوة احتلال. هنالك كيان معترف في الدستور العراقي اسمه إقليم كردستان العراقي. هذا الإقليم معترف فيه إقليميا ودوليا، هنالك سفارات، قنصليات، تمثيل دبلوماسي. أنت يا حزب العمال الكردستاني شو عم تساوي هنيك؟ عم تحمي المنطقة من مين؟ من صدام حسين، من إيران، من الأتراك. روح احمي ديار بكر من الأتراك. نصيبين أحوج إليك يا حزب العمال الكردستاني. شرناغ، جزير، سلوبي، هكاري أكثر بأمس الحاجة إلى نضالاتك. تفضل. لا، ما بيروح هنيك. مسمي بعض المناطق التي احتلها الحزب مناطق الدفاع المشروع، وهي الشعارات الفضفاضة والطوباوية. شو مناطق دفاع المشروع؟ يعني دي دفاع مشروع في مقابل مين؟ لماذا يعني المناطق ديرسم وديار بكر مش دفاع مشروع؟ هجوم مشروع؟ طيب أين ذلك الهجوم؟ مناطق حق الدفاع المشروع. ليش حق الدفاع المشروع مش موجود في كردستان تركيا؟ لا، كردستان تركيا ما في دي حق دفاع مشروع، لا حق دفاع مشروع، لا حق هجوم مشروع. شو الأكذوب اللي هيك رسخها الحزب في ذهن عناصره وقياداته عبر الإعلام المضلل، يعني مناطق الدفاع المشروع. إذن في هذه اللحظة قولا واحدا، والحاضر يعلم الغائب، أنا مع بيشمركة كردستان العراق ضد العدوان والاحتلال الآبوتشي السافر في كردستان العراق، وأنا ضد الاحتلال الآبوتشي لكردستان سوريا. كيف لا أكون ضد هذا الاحتلال في كردستان العراق؟ أقول قولي هذا بناء على في منتهى الوعي. لم يجبرني أحد على ذلك. وقصة الدولارات والكلام السخيف والتافه هذا كمان عاري عن الصحة.
وجداني يطالبني أن أكون مع البيشمركة، وعي وضميري الثقافي والقومي والوطني يطالبني أن أكون. 20 سنة كنت مع الجريلا ضد الجيش التركي، ضد الاحتلال التركي. 20 سنة دافعت عن قوات الجريلا والمقاتلين حزب العمال الكردستاني، لكن عندما صوبت بندقية حزب العمال الكردستاني إلى صدور أبناء عمودة توقفت، وقبل ذلك توقفت، وانتقدت الحزب في العمق. تقتل المدنيين العزل بمضادات الطيران يا بني آدم، بالدوشكا تطلق، يعني هاي رصاصات الدوشكا إذا لم تحرك وجدان حليم يوسف أو أحمد حسيني أو كل هؤلاء الشعراء والمثقفين من أبناء عمودة ولم تخترق قلبهم وتمس وجدانهم، ماذا سيوقظ وجدان هؤلاء الكتاب والصحفيين لا، يعني كل واحد لما شاف مجزرة عمودة بال2013 ينبغي أن يعتبر هذه المدينة قطعة من قلبه، من كبده الجريح والنازف والأليم. حتى الآن رهط لا يحصى، يعني أنا بحياتي ما شفت هذا الكم من المثقفين والكتاب والإعلاميين والصحفيين اللي بيحاولوا يغطوا على انتهاكات حزب العمال الكردستاني السافرة في كردستان سوريا وفي كردستان العراق. أنا أعلم كل هؤلاء والتاريخ سيشهد على ذلك. إذا انقلبت ودارت الدوائر على حزب العمال الكردستاني وستدور، وإذا يعني فقد السلطة في مناطق الكردية السورية، سأرى كل هؤلاء كيف يغردون وكيف ينتقدون حزب العمال الكردستاني وينتقلون إلى المقلب الآخر. لكن التاريخ يسجل، التاريخ ربما يعني في إمكانهم كما خدع حزب العمال الكردستاني الكرد البسطاء، هم أيضا يخدعون الآن وسيخدعون لاحقا أيضا الكرد البسطاء، لكن التاريخ يسجل. إجمالا في هذا الموضوع بالنسبة لي الوضع جلي وموقفي واضح وصريح. أنا ضد الاقتتال الداخلي وأرفض منطق السلاح، لكن إن أصر إن أخذتهم العزة بالإثم واستخدام السلاح ضد أكراد العراق، أنا مع أكراد العراق ضد غدر سلاح حزب العمال الكردستاني قولا واحدا، والحاضر يعلم الغايب. هذا من جهة. من جهة أخرى، لماذا يعني هو قوة احتلال وتنطبق عليه كامل أركان الاحتلال؟ لأنه هاي القوة، هاي الميليشيا، هاي القوة العسكرية استخدمها النظام الإيراني. بيحكوا أنصار الحزب والله في يوم من الأيام الديمقراطي الكردستاني انخرط مع الجيش الإيراني ضد الديمقراطي الإيراني. نعم، هذا صحيح. ويتحدثون أنه الجيش أو قوات البيشمركة انخرطوا مع الجيش التركي ضد العمال الكردستاني في 92. نعم، هذا صحيح. لكن مسعود بارزاني اعتذر عن كل هذه الصفحات، ونتيجة اعتذاره وتراخيه في موقفه اتجاه تمددكم وتغلغلكم في كردستان العراق وتغلغلكم حتى داخل الديمقراطي الكردستاني. وذكرت يعني أنه هنالك لاهور شيخ جنگي داخل الديمقراطي الكردستاني كمان. يعني مسعود بارزاني اعتذر عن كل تلك الحروب، اعتذر عن الحروب وضحايا في صراعه مع الاتحاد الوطني، في صراعه مع العمال الكردستاني. ومسعود بارزاني لم يقل حزب، رغم أنه كل هذا السلوك، كل هذا الغدر من العمال الكردستاني تجاه الديمقراطي الكردستاني وتجاه كردستان العراق، ومسعود بارزاني لم يقل كلمة إرهابي في توصيف العمال الكردستاني. أنتم لا تقدرون هذه المسائل، لا تقدرون الخدمات التي قدمها كردستان العراق وكرد العراق لكم.
مثلما يعني غادرتم بالكرد السوريين ستغدرون، وغادرتم حتى بكرد تركيا، حتى بكرد تركيا. يعني الحروب العبثية والكوارث التي تسببتم فيها في كردستان تركيا، وفي كردستان سوريا، وفي كردستان العراق، ومناطق الدفاع المشروع، ومناطق الميديا اللي الآن إذا راحت بعثة تقصي عن الحقائق وتروح تحفر في جبال قنديل في مسقط أي معول ستظهر عظام يعني ضحية من ضحايا حزب العمال الكردستاني الذي قتل غدرا و يعني بتهم شتى يعني في خلال كل هذه السنوات. هذا أولا. من جهة أخرى يعني هذا الحزب المخترق، هذا الحزب بشهادة عبد الله أوجلان زعيم الحزب ذكرت أنه في تصريحه 23 تموز 2008 أدلى بتصريح، وتفاصيل هذا التصريح ذكرته في فيديوهات سابقة، لكن لا بأس من العودة إلى هذا التصريح مرة أخرى. أوجلان بعظمة لسانه يعترف بوجود عصابات داخل حزبه، يعترف بسلوك إرهابي عصاباتي داخل حزب العمال الكردستاني. والآن سنرى شوي تفاصيل حول هذا الموضوع. هذا الحزب المخترق من قبل المخابرات التركية. ما الذي يضمن أنه هذا الحزب حتى الآن مخترق؟ هل هنالك ضمانات؟ مثقفين وإعلاميين ومراكز الدراسات الآبوتشية خلي تأتي وتقول لي أنه نعم الآن الحزب طاهر مطهر، لا يوجد أي اختراق لحزبنا أو في حزبنا من قبل السلطات التركية. هل هنالك ضمانات؟ لا يوجد ضمانات. إذا عبد الله أوجلان بال 2008 عم يحكي عن أرجنكون داخل العمال الكردستاني ويبرئ نفسه ويعترف بمقتل 15,000 داخل حزب العمال الكردستاني. هؤلاء بشر، هؤلاء يعني لم يكونوا حشرات، هؤلاء بشر لهم حيوات، كان لهم مستقبل، لهم أحلام، لهم أهل. من لهم يعني؟ أوجلان اعترف بهذا الرقم المهول في 2008 ولم يعتذر. الحزب لم يعتذر حتى الآن. حزب العمال الكردستاني يستحيل، لم يعتذر أبدا. يعني حتى جميل بايك في تسببه يعني بالمجازر وبجرائم الحرب لم يعتذر عنها. قتل الجرحى، جرحى الحزب، وهي حادثة مشهورة ومعروفة، يعني جميل بايك لم يعتذر. في قضية أرجنكون وهي شبكة من الأكاديميين والعسكريين والاقتصاديين على أساس أن هنالك محاولة انقلابية، افتضحت وفتح تحقيق في هذا الموضوع، والإعلام التركي كان مطبول بهذه القصة في 2007-2008. في هذه القضية أثناء التحقيقات اتهم أوجلان، عبد الله أوجلان، بأن لديه علاقات مع تنظيم أرجنكون. عبد الله أوجلان ينفي عن نفسه المسؤولية، لكن يعترف بتغلغل الأرجنكون داخل حزبه ويبرئ ساحته وينسب الموضوع للمنشقين عن الحزب. من هم المنشقين؟ شمدين ساكك، سعيد شروكيا، سليم شروكيا، صلاح الدين تشاليك، هؤلاء كانوا قيادات داخل الحزب. سليم شروكيا لم يمارس العمل العسكري. سعيد الله يرحمه استشهد في الحرب ضد داعش. ويعني سعيد شروكيا أثبت نفسه داخل حزب العمال الكردستاني وفي الصراع ضد داعش. ينبغي على عبد الله أوجلان أن يعتذر من سعيد شروكيا، والآن شهيد يعني. وعبد الله أوجلان حاليا في سجن إمرالي وتحت حماية القوات الجوية التركية والقوات البحرية والميت التركي. الميت التركي هو الذي يحمي عبد الله أوجلان، ولا يحمي، لم يحمي سليم شروكيا وسعيد شروكيا. يعني لنعد إلى التصريح. في التحقيقات
قالت أنه أوجلان له علاقة مع هذا التنظيم، وبالفعل أوجلان كانت له علاقات وثيقة مع 3 قيادات ضمن تنظيم أرغناكون أو مجموعة أرغناكون أو شبكة أرغناكون. واحد يالتشين كوتشك الأكاديمي والأستاذ الجامعي التركي، وكان ضيف دائم على أوجلان في دمشق وفي قناته التلفزيونية هون في بلجيكا، وكان لديه برنامج. عندما عاد يالتشين كوتشك بعد مضي سنوات يعني عاد إلى تركيا، بقي طليقا لكنه اعتقل على خلفية شبكة أرغناكون. علاقات عبد الله أوجلان مع يالتشين كوتشك، وهناك كتب وأرشيف الحزب يعج حاليا في هذه الفترة. إعلام الحزب لا ينشر تلك الصور التي كانت تجمع يالتشين كوتشك وعبد الله أوجلان، يتجاهل هذه المسائل. لماذا؟ لأنه يالتشين كوتشك يعني كان متهم واعتقل وسجن على خلفية دعوة أو شبكة أرغناكون. هذا واحد. 2 دوغو باريتشك كان عنده مجلة أسبوعية أو شهرية نحو عام 2000 إكيبينا دورو. دوغو باريتشك زعيم حزب العمل التركي إشتشي بارتيسي، هو أيضا من أقطاب أرغناكون، واعترف أنه كان على علاقة مع عبد الله أوجلان تنفيذا لأوامر الدولة وفي خدمة الدولة. هي اعترافات دوغو باريتشك. هذا أيضا كان على علاقة عميقة ووثيقة وسري مري رايح جاي على لبنان وعلى معسكرات حزب العمال الكردستاني، وصور وأوجلان بيعطيه وردة وهو بيتبادلوا الورود دوغو باريتشك وعبد الله أوجلان. واتضح فيما بعد أنه كان من ضمن المتهمين وسجن بقرار القضاء التركي ضمن المتهمين في شبكة أرغناكون. والثالث جنرال تركي اسمه ولي كوتشك، هو اللي أسس ونظم تنظيم جيتم الاستخبارات العسكرية. هذا الجنرال كمان حوكم وسجن بتهمة الاشتراك في شبكة أرغناكون. هذا الجنرال في 99 لما أوجلان صار بسجن إمرالي باعتراف أوجلان أكثر من مرة، وفي هذا التصريح أنه ولي كوتشك جنرال فيلي كوتشك راح لعند أوجلان وكان موفد من هيئة الأركان. طبعا هذا كلام أوجلان ما في مصدر محايد يؤكد أو ينفي ذلك، لكن أوجلان يؤكد أنه التقى به ضمن هذا الإطار، ضمن هذه السوية. صح غلط مش معروف. إذن هؤلاء الثلاثة قيادات ضمن شبكة أرغناكون كان أو متهمين كانت لعبد الله أوجلان علاقة عميقة ووثيقة بهذه الشبكة. نأتي إلى نقطة أخرى، شخصية يشيل إذا سمعانين فيها أو محمود يلدرم. كان ضمن حزب العمال الكردستاني وانشق وتحول إلى عنصر وقيادي ضمن تنظيم جيتم اللي مارس 17,000 جريمة قتل وتصفية استهدفت الأكراد في تركيا. يشيل كان ضمن حزب العمال الكردستاني، انشق وانقلب وصار يعني يقتل الأكراد ويستهدف المدنيين الأكراد، مثقفين، سياسيين، تجار، برلمانيين. يشيل محمود يلدرم. عبد القادر أيغان الموجود في السويد أيضا كان ضمن حزب العمال الكردستاني وانشق عن الحزب بال 86 أو 85 ودخل في ضمن شو بيقولون الاعتراف يعني المعترفين واللي بيستخدمون الجيش التركي في ارتكاب جرائم قذرة ضد الأكراد وضد أنصار حزب العمال الكردستاني. هذا كمان عدا عن قيادات أخرى يعني يذكرهم عبد الله أوجلان في تصريحه. شمدي ساكن كان عضو لجنة مركزية وكان يسيطر. لماذا لم يحاسب أوجلان هؤلاء الأشخاص في حينه؟ هذا ينبغي أن نسأل أوجلان. تصريحات أوجلان هذه فضيحة، مش لأوجلان، فضيحة للتنظيمات السياسية والحقوقية
التي تتابع انتهاكات الدولة التركية وجرائم الدولة التركية وتتجاهل جرائم حزب العمال الكردستاني وانتهاكات حزب العمال الكردستاني بعضبة لسان أوجلان. يعني هذه التنظيمات الحقوقية والمنظمات هذا إنسان هاكلار درناك ما بعرف مين، لماذا لا يتابعون تصريحات أوجلان؟ 15,000 كردي قتلوا داخل حزب العمال الكردستاني، من المسؤول عن ذلك؟ وكيف جرى ذلك؟ ما هو التوصيف القانوني، ما هو التوصيف الحقوقي والقانوني لهذا الكم الهائل من المجازر؟ يعني هذا الرقم يعني 3 أضعاف مجزرة حلبشة. هذا الرقم، هذا التصريح لم يحرك وجدان وضمير مثقفين حزب العمال الكردستاني في سوريا وفي تركيا، لم يحرك. وحتى الآن يعني لا أحد يعني يلتفت إلى هذا التصريح. وطبعا الترجمة هي ترجمة عربية، وغالبا هي ترجمة صالح مسلم، لأنه صالح مسلم كان يترجم تصريحات أوجلان، وهي ترجمة ركيكة. يعني النسخة الأصلية هي النسخة التركية. طبعا النسخة التركية أيضا خاضعة لرقابة، وهي أنا بعرفها من محامي أوجلان. لا ينشرون النسخة المتداولة في الإعلام التي تخضع للترجمة، هي خاضعة للرقابة من قنديل. قنديل تكشف شوي، لكن يبدو لي إذا القنديل يكشف شوي من كوارث تصريحات أوجلان، إذا ما خفي كان أقبح وأعظم. هاي قولا واحدا، ما خفي في تصريحات أوجلان كان أفظع. يعني ما ينشر ويعني شيء لا يطاق لا يحتمل. يعني لابد أن ينشر القليل، هذا هو القليل. الكثير هو اللي خضع للرقابة وللكنترول. أوجلان ماذا يقول في هذا التصريح؟ يجب تحليل العصابات داخل باكك وعلاقاتها الخارجية. إذا يعترف بوجود عصابات، وهذه العصابات لها علاقات خارجية. التحول العصاباتي بدأ منذ عام 1986. هذا يعترف أوجلان أنه العصابات بلشت داخل هذا الحزب، وطبعا تصريح في 2008. إذا كل هذه السنوات أين كان أوجلان؟ الآن راح نشوف هيك كيف بيبرر موقفه وتعامله مع النزوع العصاباتي داخل حزب العمال الكردستاني. شو بيفسر أوجلان؟ يعني بيربطها بال 86 في سنة مقتل معصوم قرقماز، أحد مؤسسي الحزب والقياديين الميدانيين البارزين في حزب العمال الكردستاني. إن هذه العصابات داخل باكك لها أصبع في استشهاد الرفيق معصوم قرقماز. طبعا في الإعلام وفي الأغاني والأهازيج أنه معصوم قرقماز في كمين عشرات الآلاف من الجنود الأمين، أو مش هي أوجلان يقول هاي العصابات لها ضلع، وفعلا الرصاصة أتته من الخلف، لم تكن. هي كمان يعترف بها أوجلان، ويربط بالموضوع أنه في 86 آذار 86 معصوم قرقماز فقد حياته. في نقطة أخرى يعني ضمن هذا، وسأنشر مرة أخرى الرابط كي تعودوا إلى هذا التصريح الغريب. يتحدث عن العناصر التي يعتبرها أردوغان عصابات وإرهابيين وأرجنكون ضمن حزب العمال الكردستاني، ويتحدث عن سلوكياتهم. اغتصبوا العديد من النساء. إذن هذا أوجلان يعترف بعمليات الاغتصاب التي حدثت داخل حزب العمال الكردستاني، وخدعوا واستخدموا وقتلوا رفاقهم. كل هذه الكوارث تحت سمع وبصر عبد الله أوجلان. الآن عبد الله أوجلان يعترف بهذه المسائل، ولم يعتذر للضحايا للشعب الكردي عن هذه الكوارث التي حدثت داخل حزبه. هو بس شاطر يعتذر لأمهات الجنود القتلى الأتراك. نعم، أمهات الجنود الأتراك يستحقون الاعتذار، لكن من يستحقون الاعتذار أكثر وأضعاف أمهات الجنود الأتراك كلهم أمهات، لكن من يستحق الاعتذار أكثر هم أمهات المقاتلين الأكراد. هم أمهات محمد شنار،
أورهان أيدن، معصوم قرقماز، إسماعيل إبراهيم بنت الخنزير، خبات ديريك التي ستثبت الأيام بأن الحزب هو الذي قتله. أمهات هؤلاء الضحايا هم من يستحقون الاعتذار يا سيد أوجلان، ليس فقط أمهات الجنود الأتراك. هون يأتي أوجلان ويقول أنه يعني ما كان بيعرف هذا المال. شلون كل هالكوارث أنت شلون ما بتعرفها؟ وعرفت وبعدها عرفت أنه لم تبقى قذارة، ما كان بيعرف، اكتشف لم تبقى قذارة لم يفعلها هؤلاء، ولا سيدة لم يعتدوا عليها. طبعا بيذكر موضوع الاعتداء على النساء كثير في هذا التصريح. يعني هؤلاء أسقطوا عشرات بل مئات النساء وربطوهن بأنفسهم. لم يتم تنفيذ أي من التعليمات والتوجيهات اللي حزب لا ينفذ، أو قيادات لا تنفذ توجيهاتك. أنت لماذا لم تحاسبهم؟ لماذا عندما انشقوا عن الحزب صرت تتهمهم بهذه الكوارث يا سروكي جالي كرد، يا قائد الشعب الكردي؟ شو كمان بيقول؟ طبعا يتهم سليم تشروكيا وسعيد تشروكيا و صلاح الدين شليك بارتكاب هذه الفصاعة، ومشمدين ساقط كل هؤلاء. طبعا هذا الكلام عاري عن الصحة، وحتى طبعا لأنه سليم تشروكيا أصلا كان سجين سياسي، لم يمارس العمل العسكري. اللي مارس العمل العسكري هو سعيد تشروكيا، كان عضو اللجنة المركزية وكان قيادي ميداني. نعم، أنا لا أنفي أنه في الحياة العسكرية ممكن لكن أن تنسب كل هذه الانتهاكات 15,000 قتيل إلى هؤلاء فقط، فيعني مش صحيح. شو بيقول عن سليم تشروكيا؟ ألف كتابا اسمه السيد معارض. طبعا هذا الكلام مش صحيح. صالح مسلم أو المترجم لا أعتقد أنه هي ترجمة زاخو الشيار أو بشرى محمد أمين أو هيفيدار أو ترجمة هيفيدار أضبط أحسن من ترجمة صالح مسلم. ترجمة صالح مسلم رغم أنه درس في تركيا كتير ركيكة، يعني ترجمته سابقا صار في شوي هيك أخذ ورد بيني وبينه فيما يتعلق بالسياقات العربية للترجمة. عموما أنا أعتقد أنه هي ترجمة صالح مسلم وليست ترجمة زاخو الشيار أو شيار زاخو الشيار. إجمالا هون أوجلان يتهم تشروكيا سليم تشروكيا أنه ألف كتاب اسمه سيد، هو مش سيد معارض، هو آيات آبو. وفي هذا الكتاب يعني الكتاب يفضح العلاقات النسائية لعبد الله أوجلان. طبعا لهذا السبب أوجلان يكرر موضوع النساء في هذا التصريح، ويتهم عمليات الاغتصاب والاعتداء وكل هالفضائح إلى سليم تشروكيا وسعيد تشروكيا وإلى شمدين ساكر وكل هالقصص، ويبرئ نفسه وهو الملاك الطاهر. وهذه معلومة أنشرها أقولها ربما أول مرة، ولكي يعرف قيادات الحزب وأنصار الحزب في دمشق. وهي معلومة مش تحديد. في دمشق عبد الله أوجلان راح لعند دكتور الأمراض التناسلية، أو مش راح لعند دكتور، راح لعند مختبر يختبر السائل المنوي تبعه ليش ما عم يصير إنجاب. ولأنه تحليلات ذكرت أنه لا غير قادر على الإنجاب، لأنه ربما نطاف ضعيفة أو هيك شيء. لا بالضبط شو كان النتيجة؟ أنه عبد الله أوجلان غير قادر على الإنجاب، يعني عقيم. عبد الله أوجلان وقتها ذاك كان يتهم الاستخبارات البريطانية والكونية أنهم الذين تسببوا في هذا الموضوع له.
طبعا هذا مش صحيح، لأنه عبد الله أوجلان بقى 10 سنوات مع كسيري يلدرم، والتاريخ والحزب ما نعرفه من تاريخ الرسمي للحزب أنه كسيري يلدرم لم تحبل من عبد الله أوجلان. سحار التي قتلها الحزب جميلة مركيت زوجة علي حيدر قيطان، عندما قتلوها كانت حامل، قتلوها وقتلوا يعني جنينها في 82. لكن كسيري يلدرم لم تحمل. طبعا أوجلان أجرى الفحوصات لأنه على ما يبدو يعني كان يرغب أن يكون له ابن، وهذا طبيعي. لكن عبد الله أوجلان أجرى هذه الفحوصات في دمشق بعد مغادرة كسيري يلدرم، بعد تركها الحزب، بعد 86، بعد 87 أجرى هذه الفحوصات. وأنصار الحزب وقيادات الحزب ينبغي أن تسأل نفسها ليش؟ ما الداعي؟ ما الذي يدفع عبد الله أوجلان لأن يجري فحوصات تتعلق بقدرته على الإنجاب؟ سليم تشروكايا في كتابه هذا آيات آبو يفضح هذه القصص. يعني هذا هو السبب انزعاج أوجلان وتركيزي على موضوع النساء، أنه هؤلاء اغتصبوا النساء العشرات والمئات وما إلى ذلك، ويتهمونني. شوفوا شو كاتب، ألف كتابا فيما بعد وأسماء. الكتاب أتى بأمر من أوجلان يعني، ولكن ورزا ألطون يعني تفاصيل الكتاب حكى لي إياها سليم تشروكايا، كيف فكرة الكتاب. طبعا سليم تشروكايا بعد ما ترك الحزب في 93 بدأ بتأليف هذا الكتاب. طرح عليه في معسكر البقاع أنه يألف كتاب عن حياة آبو، ويعني بلش يدون شوية ملاحظات، لكن عندما ترك الحزب أنهى مشروع الكتاب بكتاب ينتقد آبو في العمق يعني، وكان شاهد على الكثير من المسائل. ألف كتابا فيما بعد أسماء السيد المعرض، مش صحيح، هي آيات آبو، ويتهجم فيه على شخصي. لقد حاول هؤلاء اتهامي بالكثير من أوساخهم وأعمالهم القذرة، وخاصة فيما يتعلق بالنساء. شوفوا ما يتعلق بالنساء. وأوجلان كان له علاقات نسائية وهي معروفة، وقيادات الحزب النسائية بتعرف هذا الشيء، ويعني في من الموضوع يعني مذكور وفي منه متكتم. فأوجلان وتحميل مسؤوليتها، بينما أغلب الأعمال التي ارتكبوها هم يعني وصلتني فيما بعد. طبعا مش صحيح، قولا واحدا مش صحيح هذا الكلام. أوجلان كان عنده تقنية غريبة شوي، مثلا يجري محاكمة لدوران كالكان مثلا، ويعمل هيك لجنة شكلية للحزب ويصدروا حكما بالإعدام بحق دوران كالكان أو جميل مايك أو عثمان أوجلان أو أي شخص، ثم يتدخل أوجلان ويقول لنعطيه فرصة. فيما بعد بيجيب هذا القيادي بيقول له تعال، الحزب حكم عليك بالإعدام وأنا برأتك وأنا منحتك فرصة الحياة، إذن حياتك أنت في حياتك هذه مدين لي. هذه الطريقة أو بهذه الطريقة كان عبد الله أوجلان يربط الناس بنفسه. إذن يعني باعتراف أوجلان أنه حزب العمال الكردستاني مخترق من قبل تنظيم أرغاناكون، باعتراف أوجلان. ويعني يقول أنه سليم تشروكايا وسعيد تشروكايا في ألمانيا ولديهم منازلهم وحراسهم ولفيف من النساء، ولفيف بيكرر موضوع النساء كتير بهذا التصريح، ولفيف من النساء. يعني هلا سليم تشروكايا في بيته عنده لفيف من صلاح الدين تشليك. أوجلان وهو في سجن إمرالي أبي يعرف شو في بيت صلاح الدين تشليك وسليم تشروكايا، ولفيف من النساء، علما بأنه لا تلطخت أيديهم بدماء آلاف من البشر.
لقد قتلوا 15,000 إنسان. أوجلان هيك بيقول، لقد قتلوا 15,000 إنسان. أنت وين كنت لما هؤلاء ارتكبوا هذه الجرائم داخل حزبك يا سيد أوجلان؟ ألا تتحمل المسؤولية الأخلاقية؟ ألا تتحمل المسؤولية السياسية، المسؤولية التنظيمية؟ أنت وين كنت؟ سلوكي قال لك قائد الشعب الكردي، أنت بتشوف هذه الجرائم بحق الكرد، بحق كوادرك، بحق عناصرك، بحق أنصارك. أنت شو سويت بعد ما انسجنت وصرت في سجن الأمرالي؟ ولكي تبرئ نفسك من تهمة العلاقة مع أرجنكون بتروح تعترف على حزبك وعلى رفاقك القدامى أنهم قتلوا 15,000 كردي. خلي قيادي أو مثقف من أنصار الحزب يطلع ويواجهني ويبرر لي هذا الموضوع. اللي ترجم هالنص صالح مسلم أو شيار أو زاخو شيار أو مين ما كان، خلي يطلعوا ويشرحوا ويفسروا للناس ويقولوا للناس كيف تستر وتكتم عبد الله أوجلان على مقتل 15,000 كردي بأيدي قياده وعناصره السابقين. ما هو التبرير لهذا الموقف؟ لكن تركيا لا تطالب باستعادة هؤلاء. ميخل مش صحيح هذا الكلام. تركيا لا تطالب باستعادة هؤلاء ولا تعتقلهم ألمانيا ولا بل تزودهم بالحرس. طبعا تزودهم بالحرس لأنه أنت حاولت تقتلهم يا سيد أوجلان، لأنه أنت بعثت عناصرك لحتى يقترفوا جريمة قتل ويقتلوا هؤلاء، تروح الحقيقة معهم مشان سليم تشروكيا ما يألف كتاب آيات آبو، أو بعد ما ألف كتاب آيات آبو أنت استهدفته. صلاح الدين تشليك اللي كان عضو لجنة مركزية من اللي يعني القيادات اللي أنهوا تعليمهم الجامعي، هلا حاليا داخل قيادة حزب العمال الكردستاني ولا واحد منهم انهى تعليمهم الجامعي بما فيهم أوجلان. صلاح الدين تشليك كان مهندس وكان أنهى تعليمه الجامعي. يعني أنت هنالك حرس لكي يعني على عمليات التصفية اللي كانت تجوب في البلدان الأوروبية. الآن أنت حزبك توقف يعني ارتكاب هذه العمل. ممكن أن تعود يعني حزب العمال الكردستاني وحر، ممكن أن يعود إلى دوامة العنف والإرهاب والاغتيالات في أوروبا. البعض يرفض أن يتهم حزب العمال الكردستاني بالإرهاب. طيب ما هو تعريف الإرهاب؟ فليأتي الحقوقيون خالد عيسى، دكتور خالد عيسى في باريس فليأتي ويوصف لي التعريف القانوني وفق المعايير والقوانين والشرائع والعهدين الدوليين وكل هذه التفاصيل. شو الإرهاب؟ إذا أسقطنا سلوكيات حزب العمال الكردستاني وأوجلان يعترف بوجود عصابات وعلاقات مع أرجنكون و15,000 قتيل، إذا هذا السلوك لم يكن إرهابيا إذا ماذا يكون؟ قتل الناس في عمودة بالدوشكا ومضادات الطيران ليس إرهابا، إذا ماذا هو؟ خطأ تقني؟ 5-6 أشخاص مدنيين عزل يقتلوا، خطأ شخصي، خطأ فردي. التصفيات التي طالت قياديه على مدى 40 سنة، أخطاء فردية وأخطاء شخصية. زعيم الحزب وثيقة دامغة، زعيم الحزب يكشف تفاصيل أو جانب أو جزء من الكوارث. يا سيد خالد عيسى، يا معشر المحامي أنور مسلم، مش أنت محامي؟ أنا أعرفك بشكل شخصي وتعرفني بشكل شخصي. ما هو تعريف الإرهاب؟ شو تعريف القانون؟ هل هذا سلوكيات حزب العمال الكردستاني الداخلية وفي تعامله مع المختلفين ومع المنشقين والإعلام تبعه والترهيب، التصفية السياسية وتشويه سمعة الناس واستهداف الناس وملاحقتهم، هذا شو اسمه؟
أن تحكوا. يعني شو التوصيف القانوني لمجمل هذه السلوكيات إذا لم يكن إرهابا؟ ماذا اسمه؟ أوجلان أو المترجم مسميه النزعات العصاباتية. طيب العصابات شو بتساوي؟ سلوك يعني متى كانت العصابات جمعيات الرفق بالحيوان أو الحفاظ على البيئة؟ شو سلوك وعادات وتقاليد العصابات؟ أوجلان يعترف. أنا لا أقول شيء، أنا أنقل كلام أوجلان بالحرف بالنص، وسأنشر الرابط. إجمالا في تقديري يعني هذه الخرافة الأكذوبة اللي اسمها حزب العمال الكردستاني يعني دغدغت مشاعر عشرات الآلاف من البشر، وكنت واحدا منهم. هذه الخرافة تسببت في الكوارث والويلات داخل تركيا، داخل سوريا، داخل كردستان العراق. أتمنى يعني لهذا الشعب أن يخرجون الناس عنوة في القامشلي، ليس ضد النظام السوري إنما ضد كردستان العراق. يقولون مناطق دفاع مشروع. أي دفاع مشروع؟ يعني هذا السلوك العدواني السافر الفاضح. ما في كم كردي هيك الأكراد في القامشلي عندما تطاول جمهور فريق الفتوة على القيادات الكردية أوجلان والطالباني ومسعود برزاني، صارت أحداث وانتفاضة 12 آذار. 7 سنوات من القمع والإجرام والإرهاب والقتل يمارسه حزب العمال، وشفط المقدرات وسرقة ونهب المقدرات يمارسه حزب العمال الكردستاني على الكرد السوريين. أنا لا أقول اطلعوا في مظاهرات وانتفاضات، لكن على الأقل لا تقتلوا ضمائركم. الإنسان ضمير، الإنسان وجدان، مش بس وعي. هنالك ناس يمتلكون وعيا قادرين على تدبيج المقالات والروايات والقصائد، لكنهم لا يمتلكون ضميرا حيا. أنا أخاطب عقول الناس وأصحاب الضمائر الحية، لكن أصحاب الضمائر الميتة من أين لي بضمائر أغرسها في أفئدتهم؟ ممكن أطرح سؤالا، ممكن أقدم معلومة، لكن لا يمكنني أن أوقظ ضميرا ميتا. يعني والضرب في الميت حرام كما يقال. يعني مثقفون، سياسيون، الكل يتحمل. شيخ آلي يتحمل المسؤولية، صديقي السابق جمال شيخ باقي يتحمل، ملا محمود يتحمل المسؤولية، اليساري العتيق المتختخ محمد موسى يتحمل. كل هؤلاء ساسة، قيادات، مثقفين، ومن يسيرون على أرصفتهم يتحملون مسؤولية هذه الكوارث. أنا أتحمل مسؤوليتي في الجزء الذي يتعلق بي، على أنني كنت طيلة 20 سنة مع هذه الخرافة، لكن صار لي 10 سنوات أنتقد في العمق هذه الخرافة، ومستعد لدفع الضرائب حتى ولو كان عمري يعني أو حياتي يعني ثمنا لذلك. لا أطالب أحدا أن يكون مثلي، لا، لكن على الأقل لا تتورطوا أو توقفوا عن المزيد من التورط. توقفوا عن المزيد من التورط يعني في هذا المستنقع الآثم من الديماغوجية والخداع والتضليل واستهداف كرامات الناس ومكتسبات الشعب الكردي. الانفعال، أقول ذلك بمنتهى المرارة وبمنتهى الأسف، لكن لا أريد يعني أن نعيش المزيد من المرارات والكوارث الأخرى. نحن لم نستيقظ يعني من كارثة داعش بعد. آلام داعش وجراح داعش ما زالت موجودة.
أتمنى أن لا يضيف إليها حزب العمال الكردستاني المزيد من الجراح والآلام، وأتمنى من الناس أن يستيقظوا من هذا الوهم، من هذه الخرافة التي كانت تسمى حزب العمال الكردستاني، والآن تسمى شيئا آخر لا علاقة له بالعمال ولا علاقة له بالكردستاني. ألقاكم على خير، وآسف على الإطالة، وشكرا على حسن الاستماع.